عندي هنايا نص كاس ديال الزيت، عندي هنايا نص كاس ديال السكر، عندي هنايا رشه ملح، عندي هنايا واحد البيضه كامله. اللي بغى يضاعف المقادير كيضاعفهم، انا درت داكشي قليل. عندي هنايا واحد النكهه ديال البنان، بغيتو ديروا الفاني ديروها، اي نكهه بغيتو تخدموا بها غادي تخدموا بها. عندي هنايا 3 ديال المعالق كبار ديال الزبده. غادي نخدم هاد المكونات كاملين حتى غادي نحصل على واحد الطوماط. عندي هنايا 2 معالق كبار غادي ندير ديال المربى ديال المشماش باش يعطيني واحد التعليكه الغريبه. صافي غادي ندير واحد الساشي ديال خمار فئه 7 غرام. غادي نضيف كاس ديال الدقيق، غادي نضيف الكاس الاول ونخدمو، عاد نضيف الكاس الثاني. من بعد انا غنقول لكم القياس اللي دخل لي ديال الطحين في هاد الغريبه على حسب النوعيه ديال الدقيق. غادي نضيف الكاس الثاني، ودائما حنا كنخدموا غير برؤوس الاصابع، يعني ما غاديش نعلكوها. كتعرفوا الغريبه يعني ما كتحتاجش انها تدلك ولا شي حاجه. غادي نحاولوا ندخلوا غير داك الطحين هكا بالرؤوس الاصابع صافي. غادي نضيف هنايا الكاس الثالث وغير تدريجيا. دائما كنخدموها غير برؤوس الاصابع. انا هنايا درت القياس اللي راني باغيه، اللي بغى يضاعف المقادير كيضاعف المقادير. ندير معلقه هنايا كبيره ديال الكاكاو، غادي نبقى ندخلها غير برؤوس الاصابع ديالي. نحصل على هذا القوام هذا صافي. غادي نبدا نكورها بحال هكا غير بالكف ديال يديا، وغادي نديرها في السكر كلاصي. انا مستعمله هنايا سكر كلاصي سبيسيال. خديت هنايا اللاطه اللي درتها بالزيت، دهنتها بالزيت. يمكن لكم ديروا بابي كويسون، انا دهنتها بالزيت ودرت لها الطحين صافي. غادي نستمر بنفس العمليه. كي قلت لكم سكر كلاصي خصو يكون سبيسيال باش كتطلع لنا الغريبه ديالنا مزيان، حيت الا ما كانش سكر كلاصي سبيسيال ما كتجيش زوينه وما كتشققش مزيان صافي. غادي نستمر بنفس العمليه ومن بعد نرجع معكم. كملت الكميه اللي عندي كامله. في هذا الاثناء انني دايره الفران كيسخن، غادي درتو يسخن مزيان مزيان مزيان، وغادي نديرها في الفران. دايرها غير فرن غازي. غادي نطيبها، نخلي لها العافيه على الوجه ديالها حتى تشقق، ومن بعد عاد نشعل ليها من الجهه الفوقانيه باش تحمر. هانتوما كتشوفوا راني شعل لها غير من الوجه ديالها الفوق ولتحت، بلاتي عاد غادي نشعل ليها حتى تشقق وعاد نولي نشعليها من الجهه التحتانيه. النار كتكون مهيله. الشكل النهائي ديال الغريبه ديالنا كتجي هشيشه ولذيذه لذيذه مذاق ما نقول لكمش.
وبالصحة والراحة. نتمنى الفيديو يعجبكم.